مهارة الطفو الأمامي ومهارة الطفو الخلفي مش مجرد حركة وخلاص. لا، ده سر من أسرار السيطرة على جسمك في المية. أنا كابتن دوحة، واللي متابعني من زمان عارف إن هنا مفيش كلام فاضي. هنا في شغل بجد، هنا في شرح بنعيد ونزيد ونفصل لغاية لما نطلع فيديو مظبوط تكون الناس مبسوطة منه. خليني في الأول أرحب بكل الناس الجديدة اللي منضمة لينا. أهلا بيكم في القناة اللي بقالها سنين بتنزل محتوى سباحة على أعلى مستوى. أهلا بكل سباح، وأهلا بكل ولي أمر. أهلا بكل مدرب حابب يطور من نفسه، وكل حد بيحب المية وعايز يشوف جسمه بيتحرك فيها بثقة. أهلا بكل اللي داخل يتعلم مهارة الطفو الأمامي ومهارة الطفو الخلفي، واللي داخل يسمع معلومة واحدة ويمشي، واللي داخل يكمل الفيديو كله. أهلا بيكم كلكم، كلكم طبعا على راسي. واحنا داخلين بقى على واحدة من أهم المهارات اللي أي سباح لازم يبقى فاهمها، مهارة الطفو. ناس كتيرة فاكرة إن الموضوع بسيط، لكن في الحقيقة المهارة دي هي أساس السباحة، وهي العمود اللي بتقف عليه كل حاجة. لو أتقنت المهارة دي هتبقى متقن للسباحة ككل. قبل ما نبدأ الشرح خلينا نتكلم شوية. ليه لازم تتعلم الطفو؟ ليه أي مدرب في العالم مهما كانت خبرته لازم يشتغل معاك على الطفو في الأول؟ لأن جسمك في المية محتاج يثبت نفسه، مش محتاج يعني يقاوم، ومحتاج إن هو يرتاح. او لو انت ما بتعرفش تتحكم في جسمك فوق المية مش هتعرف تكمل اي مهارة تانية. وهنا بقى يجي دور الفيديو ده، لان الناس النهاردة هنتكلم على الطفو الامامي، واللي ناس كتيرة بتغلط فيها لانها بتتوتر، بترفع راسها، بتقفل رجليها، بتخاف. وكمان هنتكلم عن الطفو الخلفي اللي بقى رعب كتير لسباحين مبتدئين. مع ان لو فهمت بس الفكرة هتعرف ان جسمك لوحده بيعوم على ظهره من غير ما تبذل اي مجهود. المقدمة دي مش كلام، المقدمة دي علشان اقولك لو انت داخل تتعلم فانت في المكان الصح، لو انت داخل تتطور فانت مع الشخص الصح، ولو انت داخل تدعمني ربنا يبارك لك. دعمك هو اللي بيخليني اكمل وانزل فيديوهات زي دي، بتاخد وقت وشغل ومجهود جامد علشان توصل لك بافضل نتيجة. عارف انا بقول للمشاهدين دايما ان الفيديو مش مجرد فيديو، الفيديو ده رحلة اتعلمك خطوة بخطوة ازاي تمسك نفسك في المية، ازاي تفهم جسمك، ازاي ما تخافش، ازاي تتعامل مع المية كأنها بيتك. وصدقني بمجرد انك تتقن مهارة الطفو كل حاجة هتمشي زي الفل. خليني اقولك بقى، في الفيديو ده هتسمع شرح، وهتسمع تفصيل، هتسمع امثلة، هتعيد وهتسمع وتعيد. لان الهدف انك تبقى متعلم، مش بس مجرد انت فاهم الحاجة. فياريت ما تزهقش. انا هفضل اعيد وازيد واشرح وافصل لحد ما تطلع فاهم ان شاء الله. آه، الطفو مش قوة، الطفو محتاج ذكاء، مش محتاج عضلات، محتاج استرخاء، مش محتاج حركة. الطفو إحساس. وهتلاقي دلوقتي بقى داخل في تفاصيل الطفو الأمامي وبعده الخلفي، وهقولك الأخطاء وإزاي تصلحها، وهتخرج بإذن الله وإنت فاهم المهارة كويس جدا. وقبل ما نكمل يا ريت يا جماعة تدعموني بلايك، بتعليق، باشتراك، شير الفيديو لأي حد عايز يتعلم. دعمكم ده اللي بيرفع ده اللي بيرفع القناة، اللي بيخلي القناة مستواها عالي، وبيخلي دايما احنا عايزين نقدم لكم جديد. يلا بينا نشم نفس كده ونبدأ بسم الله ونخش في الشرح. وما تقلقش انا هريحك وهعيد واشرح وهفضل معاك لغاية اخر سنة. دلوقتي احنا هنتكلم عن الطفو الامامي والطفو الخلفي. بالنسبة للطفو الامامي، ده بيبقى طبعا هي حركة سهلة جدا، ولكن بتبقى محتاجة شوية تركيز. قبل ما نتكلم عن اي حركة لازم نفرق بين الطفو والعوم. العوم انك تتحرك، الطفو ان جسمك يفضل ثابت في مكانه على سطح الماء من غير اي مقاومة. وده بقى اساس كل حاجة. النفس ثم النفس ثم النفس. لو نفسك مش مظبوط جسمك هيغرق حتى لو وزنك يعني خفيف جدا. قبل الطفو خد شهيق هادي مليان، وخلي صدرك مليان الشهيق ده، تمام، بنسبة مثلا 70-80%، وما تطلعوش لأن نفسك زايد عن اللزوم، جسمك هيعلى فوق المية. وضع الجسم دلوقتي بعد ما تاخد النفس تمد جسمك بقى لقدام، اليدين تبقى في وضع زي ما احنا شايفين وضع النجمة. راسك بتنزل بين دراعاتك، عينك ما ينفعش تغمضها، ظهرك بيكون مستقيم، رجلك بتكون مفرودة وبعيدة عن بعض. في حاجة برضو عايز اقول لكم عليها، انك تستسلم للمية. اكتر غلط بيقع فيه الناس
انهم بيحاولوا يمسكوا نفسهم فوق الميه، والميه يا جماعه مش محتاجه تمسك نفسك، كل ما تسيب نفسك للميه كل ما هتلاقي الميه فعلا بتشيل. الاخطاء بقى اللي ممكن تكون مشهوره في الطفو الامامي، خلي الناس هتتفرج على الفيديو ده وتفهم يعني ايه اخطاء مهاره الطفو. انك ترفع راسك بره الميه، ده بيغرق جسمك من النص لغايه تحت. انك تتني ركبتك، ده بيخلي الرجلين تنزل وتغرق. النفس السريع ده بيخليك تتوتر وتنزل جسمك. الجسم اللي هو المكعبر، انك تضم جسمك جدا، كل ده هيخلي مهارة الطفو بتاعتك تبوظ. التمرين بقى الذهبي لتعليم المهارة بسرعة، قبل ما تعمل طفو كامل، اعمل نص طفو. امسك في الحيطة او في طرف البسين، خد نفس عميق، نزل جسمك لتحت وسيبه خالص. هتلاقي جسمك اقسم بالله بيعلى لوحده، بس لو سبت جسمك خالص بعد 5 دقايق هتلاقي نفسك فعلا فهمتها. هنتكلم بقى عن مهارة الطفو الخلفي اللي هي الباك فلوتنج او فلوتنج باك. نيجي بقى المهارة ال 90% من الناس بيخاف جدا ينام على ظهره وبيحس ان الدنيا كلها بتتسحب من حواليه. فكرة الطفو الخلفي، ليه تبقى على ظهرك؟ جسمك تلقائيا بيقوم عشان الصدر اكبر حتة فيها هواء، ومع النفس جسمك بيثبت فوق المية. كل اللي عليك انك ما تتحركش خالص. وضع الجسم، خد نفس عميق، افتح دراعاتك على الجنبين زي ما انت شايف، رجلك بتكون مرنة مفتوحة برضو مش مقفولة، راسك في وضع المية، ما ترفعش راسك فوق ولا ترجع راسك لورا اكنك نايم على السرير بالظبط. سيب نفسك خالص واتفرج على الوضع السحري، هتلاقي جسمك كله بيعمل طفو. لو الحمام السباحة مثلا عميق، خليك ابدأ مهارة الطفو حتة ضحلة مش عميقة، استرخي خالص هتلاقي جسمك كله بيعمل طفو. الأخطاء بقى المشهورة في الطفو الخلفي، إنك ترفع راسك، ده غلط كبير. إنك تشد جسمك، ده برضو غلط كبير. الدراعات مثلا، إن جسمك يبقى متوتر. في تمرين سهل جدا هقول لكم عليه ممكن يكون سبب في إن أنت تعمل طفو كويس. خلي واحد من صحابك أو ممكن المدرب بتاعك يمسكك من تحت ظهرك بإيد واحدة ويقول لك سيب جسمك خليك هادي، وبعدين يبدأ يشيل إيده واحدة واحدة. هتلاقي مع الوقت جسمك بدأ يفهم المهارة وبدأت تتعلم مهارة الطفو. الفرق بقى ما بين الطفو الأمامي والطفو الخلفي، الأمامي محتاج تحكم، الخلفي محتاج استرخاء تام. الأمامي أنت شايف المية، الخلفي أنت سايب المية تشيل. في نصيحة بقى من أهل الخبرة، ما ترفعش راسك ولا في الأمامي ولا في الخلفي، لأن وضع الراس كل ما كان زي ما أنت شايف، كل ما كان نايم على المية، كل ما هتعمل طفو بشكل مظبوط جدا. اعمل الطفو في عمق قليل الأول عشان تبقى مطمن وما تستعجلش. 3-5 دقايق تمرينات يومية، في خلال التمرينة التالتة ولا الرابعة هتلاقي جسمك كله بيعمل طفو. كلام مباشر بقى. بصوا يا جماعة، اللي بيتفرج عليا دلوقتي وحابب ان هو يتمرن وما يخافش من الطفو، اصعب من السباحة نفسها في اول مرة، بس اسهل مهارة بعد ما تفهمها. لو عايز فيديوهات اكتر دوس لايك، اعمل اشتراك للقناة، فعل زر الجرس، لان احنا الفترة الجاية ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان ان احنا ننزل فيديوهات اكثر خبرة، وهنتكلم على حاجات كتيرة قوي تخص رياضة السباحة. عايز اقول لكم برضو على معلومة مهمة، ان الطفو ده هو اساس كل المهارات. احنا في الاول بنبدأ بمهارة الطفو، وبعد كده هنبدأ ان شاء الله ان احنا نتعلم مهارة ازاي تشد جسمك على المية، ازاي تعمل ضربات رجلين، ازاي تبدأ تحرك ايدك مع رجلك، ازاي تاخد نفس، واحدة واحدة طبعا. ولكن خلينا دلوقتي مكملين في مهارة الطفو. الطفو الامامي شكله من بره بسيط، بس من جوه فيه 4 حاجات لازم تركز عليها. العقل قبل الجسم، مهم جدا ان اول خطوة قبل ما تنزل المية انك تهدي دماغك جدا. جسمك لو اتوتر 1%، الطفو بيبوظ 100%. المية بتحس بتوترك وبتسحبك لتحت لو انت اتوترت. تمام. فدايما لما تيجي تعمل طفو، خد ثانية نفس كبير واقنع نفسك ان جسمك فعلا هيتشال. انت فوق الارض الجسم بيقع، لكن في المية الجسم بيتشال. كل شخص بيدخل في المية وهو شايل قوانين الارض معاه بيبوظ الطفو. سيب قوانين البر للبر، واحنا دلوقتي في الوسط المائي. الوسط المائي بيبقى ليه قوانين مختلفة. عارف اللحظة اللي جسمك فجأة بيقف تحت ويبدأ يعلى؟ دي لحظة مهمة جدا، كتير بيخاف منها، لأن دي اللحظة اللي تثبت فيها جسمك، تسيب فيها جسمك وتبقى مرتاح عشان تعمل مهارة الطفو كويس. لو حسيت انك بتنزل ممكن تعمل غلطة قاتلة، انك ترفع راسك وتخاف.
انك تحس ان انت بتغرق، لا رجع راسك لورا وسيب نفسك خالص وانت هتعملها كويس جدا. لان مفيش اي مقاومه قدامك، الميه بتشيل صدرك وظهرك بيتساوي مع سطح الميه. في مشكله بقى في العقل. العقل بيقول لك هقلب هغرق، رجلي بتنزل، لكن في الحقيقه جسمك بيعمل طفو كويس جدا. سيب رقبتك ترتاح على الميه، اهم حاجه ان انت ما تخافش. التحكم بقى في الرجلين، مش عايز ترفع رجلك ولا عايز تشد رجلك، سيبهم فعلا. لو حسيت انهم بينزلوا اعرف ان العقل مش الجسم، كل ما تهدى كل ما رجلك تعمل. في برضه نقطة مهمة اشتغل فيها على النفس. شهيق 4 ثواني، احبس النفس ثانيتين، زفير 6 ثواني. الطفو التدريجي، اعرف ان الغرق وهم. الناس اللي بتنزل لتحت في الطفو فعليا مش بتغرق، هما بس خايفين وشادين جسمهم جامد، وده بيأثر عليهم قوي. سواء كنت طفل او شاب او راجل او ست مبتدئ محترف، اعرف ان الطفو هو اول خطوة في السباحة. لو عرفت تعمل طفو كويس 100% هتعرف تعوم. لو عرفت تعوم هتعرف تتنفس، ولو عرفت تتنفس هتعرف تعوم وتسبح وتبقى عالم. الفيديو ده يمكن يكون اطول من اي فيديوهات كتيرة، بس انا عامله علشان تتعلم بجد، مش مجرد فيديو دقيقتين وتمشي. انا عايزك تخرج من الفيديو ده وانت فاهم ومرتاح ومبسوط وعارف يعني ايه طفو. لو وصلت معايا لاخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتدعم القناة باشتراك، وتسيب لنا كومنت لو عجبك الفيديو، ولو عندك استفسار على اي حاجة ابعت لي على